السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأتمنى من كل قلبي كده تشتركوا في القناة وتشرفوني كده وتقولوا لي رأيكم إيه في المحاشي أو الممبار اللي جنة ده. حاجة كده فخر من الآخر، حبيت كده إن أنا إيه أعمله وما أكلش لوحدي، أوكل كل اللي بيحبوا معايا. ابتديت كده زي ما انتم شايفين الممبار كده جاي ايه متنضف والله وزي الفل زي الفل وبصراحه جاي لنا وصايه وكده الحمد لله، وجاي نضيف خالص. بس طبعا لازما يعني ااكد عليه او انضفه، قلبته مرتين والله وكده، حاولت ان انا انضفه كده، لقيته بصراحه زي الفل مش محتاج مني اي حاجه. حطيته بقى في المحلول الملح بتاعي، خل وليمون كده، وسبته كده نص ساعة مع بال ما ايه ما احاول يعني ان انا اعمل التجهيز بتاعه او المحشي بتاعه، يعني الرز والتسبيكة والحاجات الجميلة دي. ابتديت بقى كده، خدت رز وغسلته بقى غسلة تمام التمام كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ايه النشا وساعات بيبقى فيه زي قش وحاجات من دي، طبعا اتاكد ان هو ايه ما فيهوش اي حاجه. طبعا هو متنقي وزي الفل وما فيهوش حاجه خالص، بس بيبقى عيوب بقى مطرح الطحين بتاع المكن وكده. فانتوا عارفين بقى الرز ده رز فلاح يا جماعه، في اي بيت يعني. فاحنا بنجيبه زي بالسنه كده، بالارداب وبنص الارداب زي ما انتوا حابين، بيفضل عندنا طول السنه. فبيجي ساعات بيبقى فيه عيوب بقى مطرح الطحين والحاجات دي، فبيبقى فيه قش وحاجات من دي، فبحب ان انا انضفه خالص وانقعه كده نص ساعه. معايا بقى الخضره بتاعتي كده، قلت اغسلها بالمره، والطماطم بتاعتي برضو قلت اغسلها واقطعها. بصوا انا بجري حوالين نفسي كده علشان خاطر ايه النور بصراحه بخاف خالص الا النور يقطع عليا، والمطبخ بتاعي صعب جدا يعني. النور لما بيقطع بتبقى الدنيا ضلمه ايه عندي في المطبخ، لان ما عنديش اي شباك غير ايه شباك من المنور كده. معايا حوالي كيلو كده من الطماطم، نضفتها كده زي ما انتوا شايفين، ورحت مقطعاها وحطيتها بقى في الشفشق بتاعي ده، وهضربها كده في الخلاط علشان كل حاجه ايه زي ما بقول لكم كده تكون جاهزه يعني. همسك بقى البصل بتاعي برضو، ركنت الطماطم كده على جنب، وقلت بقى بالمرة كده اعمل البصل بتاعي علشان ايه بعد ما اضرب الطماطم اروح عاملاه في الكبة بتاعتي يعني كده يكون جاهز وكده معايا. عايزة اقول لكم البصل ده شايف نفسه على الاخر. عايزين بقى كلنا كده ندعو لأهل غزة ان شاء الله، يا رب ربنا ييسر امرهم يا رب، ويصبرهم على الابتلاء العظيم اللي هم فيه. واهل السودان يا جماعة، والحروب دي تنتهي بقى ونعيشوا في امان يا رب كده ايه، سلم كده والناس كلها تعيش في امان يا رب، ويصبرنا على الابتلاءات اللي احنا بنسمع عنها دي. هنا بقى البصل بتاعي قطعته كده قطع صغيرة، لان انا كنت متكلمة معاكم 100 مرة على الكبة دي، بصراحة متعبة خالص وما كنتش حابة يعني ان انا ايه اتكلم عليها تاني والله، بس انا بنصحكم ما تجوش زيها. هنا بقى تحط المادة الدهنية اللي انت حباها حابة تحطيها يعني. وايه حطيت انا زبدة وزيت وايه وسبتها كده على النار. والبصلاية بتاعتي مش هحمرها التحمير اللي هو الغامق ده، لا انا هصفر بس لونها، ومعلقة كده من التوم الايه المفروم. وبصوا بقى دي يعني انا مش عارفة الكاميرا مبكسلة عندي شوية يعني، بس انا عايزه اقول لكم الخلطه دي تحفه في اي يعني في اي بيت تعملوها كده وتشيلوها تحفه. الخلطه دي عباره عن خل وليمون وايه وتوم وفلفل. بضربها كده واحطها في الايه في التلاجة عندي، من ما احب ان انا اسحب منها كده، وبتقعد عندي يعني بالثلاث اربع شهور ما بيحصلهاش اي حاجه. البهارات بقى بتاعتي ملح، في السبع بهارات وايه وكمون وفلفل اسود وحبهان ومستكه مطحونين، وكان عندي بقى بهارات المحشي تحفه كده حطيتها. وحسيت ان الطماطم بتاعتي مش حمراء قوي، حطيت كده خرطتين من الايه من البنجر. وطبعا ضربت الطماطم وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده. الطماطم دي كده يعني بعد ما حطيت خرطه البنجر دي هيبقى لونها تحفه وجميل، وكمان مفيده يعني للاكل وكده. وانا بحطها قطعه كبيره ولا بشيلها لما بخلص، علشان طبعا ما ينفعش ان انا ايه احطها في المحشي. هنا بقى الكزبره، شايفين الكزبره يا جماعه من الشفاه، وحطها كده عندي. عايزه اقول لكم تحفه وجميله ولونها اخضر وجميل. وهحط كمان الايه الكزبره الطازه اللي احنا جايبينها، بس انا بحب ان انا احط من دي بتبقى ايه يعني بصراحه الغطا ريحتها بتبقى جميله كده. وهبدأ بقى ايه اسيبها الغطا ما تتسب خالص، وفي الاواخر خالص كده حطيت بقى الايه الخضره بتاعتي كده. وهطفي بقى على التسبيكه بتاعتي كده كمان. التسبيكه خلصت اهيت. يلا تعالوا شوفوا كمان هنعمل ايه في الايه في الممبار بتاعي. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الممبار جات لي مفاجاه كده، استنوا بقى لاخر الفيديو كده وانت تشوفوها. جالي والله هديه من ضمن الاكل، حاجه تحفه كده وفاخر من الاخر. هضيفه بقى على الرز بتاعي واقلبه كويس. هنا بقى الممبار بتاعي شوفوا بقطعه ازاي،
بقطعه كده ايه قطع صغيره، ولو انتم مش عايزين تقطعوه مفيش مشكله، ممكن تقسموا الممبار ده بطريقه الايه الفتل، يعني كل ايه حجم زي ما انتم حابين، وتقسموه كده بالفتل ايه، او مثلا لو انت مش عايزه تعمليه بالفتله تقسميه بصوابعك كده، يعني تمسك كده وتفصلي بصوابعك كده الرز عن الايه عن الممبار التاني، وعادي خالص مش هيحصل له اي حاجه. هتغلي الميه وتحطيه فيها وهيتمسك من بعضه ومش هيحصل له اي حاجه. دي طريقه ودي طريقه، وممكن تعمليها طريقه البونبوني بس ده لازم تربطيه بفتله يعني، بت بتحشيه وتربطيه كده ايه كل حلقه او حلقه صغيره كده، بيطلع زي البونبوني كده وبيبقى شكله جميل وتحفه. بس انا النوبه ما عملتش البونبوني ده، انا عاملاه معاكم قبل كده كذا مره. قلت بقى اعمله كده بالطريقه دي، والطريقه دي كانت علشان خاطر ايه سهله بالنسبه لي، عشان احنا كنا متاخرين وايه، وفي ناس كده ايه هتاكل مننا الاكله دي، وهتيجي كده من الدروس، وعيالي بقى عايزه اقول لكم يعني من عشاق الاكلات دي. هبدا بقى ان انا احشي كده، شايفين انا بحشي ازاي؟ انا كنت اخيب واحده والله يا جماعه ان هي تحشي ايه ممبار ولا اي حاجه من دي. كانت امي ربنا يديها الصحه كانت هي دايما تعمله لي وتبعته. انه بادي بقى قلت بقى اعمل الدور اللي امي بتعمله كل مره، واعمله لبنتي كده واديهولها. يعني بصوا عايزه اقول لكم طريقته جميله كده، يعني كنت الاول اخاف اعمل اي حاجه من دي، بس الحمد لله كده الانسان لما يكون يعني ايه مصمم ان هو يتعلم فبيتعلم والله كل حاجه. يعني بصوا قطعته الممبار الكبير اللي انا عملته في الاول ده، حبيت ان انا اوريه لكم كده. هقسمه بقى بالايه بالفتله، او ممكن اعمله بصبعي، مش عارفه بقى هوصل يعني هعمله ازاي، بس انا يعني عملته كده الممبرايه دي كبيره كده، والباقي قسمته كده زي ما انتم شايفين. بالنسبه لي اسهل واسرع كمان، بتبقى تحت ايدي كده وعلى طول بعمل. كنت غليت هنا الميه، مش عارفه بقى الحته بتاعه الميه دي ما جتش ليه. انا غليت الميه دي، شايفين الممبار عامل ازاي يا جماعه كده؟ الله تحفه كده فاخر من الاخر والله، حاجه ايه زي العسل. الميه دي يا جماعه عشان ما تصورتش معاكم، حطيت ميه على النار وحطيت لها منكهات زي الحبهان والمستكه وحبه ملح وايه ولومي، وحطيت فيها طماطميه كده. وممكن كمان تستخدمي الشوربه بتاعتها لو انت حابه تشيليها يعني، انك انت تعمليها وكده. هنا اول دفعه من الممبار كنت عملتها، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه كده جميله. الرز ده يا جماعه الرز اللي فضل من الممبار حطيته في حله وسويته، طلع بالشكل التحفه ده. عايزه اقول لكم ولا حبايه رز استنت يعني، ولا حبايه والله، كل حاجه كده اتعملت الحمد لله بفضل من ربنا. والممبار شايفين الجمال طلع عامل ازاي، ومفرطش مني ولا اي حاجه الحمد لله بفضل من ربنا. تمام. هنا بقى كنت خلاص بعمل الاكل ده عشان هبعته لواحده حبيبتي كده، ما حبيتش ان انا ايه اكل الاكل ده من غيرها. شايفين بقى المفاجأة؟ لقيت زي ما انتوا شايفين كده جايلي ايه ممبار كده، لا مش ممبار، انا اللي عملت الممبار، كوارح كده. عايزه اقول لكم بقى يعني ده اكلة جوزي المفضلة، وجايلي كبابي كمان وايه والممبار ده كنت بحتهولها، لقيتها بحتلي بقى يعني بحتلها الممبار عشان افرحها، لقيتها كده بحتلي الايه الكوارح دي وبحتلي كبابي كمان. قلت والله ما اكلها لوحدي، لازم انا اوكل واحده حبيبتي تانية. عبيت كده وقلت لابني يلا، علشان انا ابني ما ملهوش في الكلام ده، هو ليه في الممبار والكبابي بس. قلت له بص قبل ما تاكل وتحط ايدك كده لازم تبعت ده لواحده حبيبتي تاكل كده وتشبع، عشان احس كده ان انا مبسوطه ان الاكل اللي انا بعمله او اي حاجه بحبها وحد بيحبها زيي، بحب قوي الناس تشاركني في الحاجات دي والله، يعني سبحان الله. وبيبقى الاكل طعم وجميل وسبحان الله يعني. عايزه اقول لكم بتزيد محبه كده الاكل والله، يعني الاكل كده لما بتاكليه وحد بياكل الاكل اللي انت بتحبيه، بتحس ان هو جميل كده وطعمه في بقك كده حاجه تانية خالص. هنا عبيت كده الاكل وحمرت بقى الكبابي والحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها دي، وما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بصوا هادوا تحبوا يا جماعه، كل ما تهادوا كده الحاجات اللي انتوا بتحبوها لحبايبكم والله العظيم بتبقى يعني بتبقى زي العسل، وربنا بيديك اضعاف اضعاف اللي انت بتطلعيه سبحان الله. هنا بقى كان فاضل بس ده، شوفوا بقى الكبابي وجمال الكبابي حاجة تحفة كده. اتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش في لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة كده من قلبكم.